بصوا ده بقى ربع كيلو سوداني. بصوا بقى فستق كداب، يا نهار ابيض. عايزه تعرفي ازاي؟ كملي معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. ايه فاتن الطبق الفاضي ده؟ ما انا لسه هقول لكم ازاي هنعمل الفستق الكداب، بس قلت ارغي بقى شويه واقول لكم. رحت لقيته غالي جدا وعيالي عايزينه، بيحبوا مثلا في الكنافه، بيحبوا في القطايف. طب اسكت؟ لا ما اسكتش، افكر. وشفت فيديوهات، ما ضحكش عليكم يعني، مش انا اللي عاملاه ولا اللي اخترعته. شفت الفيديوهات وقلت اجرب الاول السوداني وبعد كده اجرب ايه النوع التاني اللي عملوه. بصوا بقى، انا رغيت كتير وانا عارفه اللي رغيتي كتير، بس يلا هنبدا مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده ربع كيلو سوداني جبته اهو. بصوا ما فيهوش اي حاجه. جيبيه، بصوا ما يعني ايه، جيبيه من نوع حلو وكويس. او من حد مضمون عندك تعرفيه، اللي هو ما يبقاش فيه زرنخه او حاجه. ده لون اخضر جل صحي، بتجيبيه برضو من عند العطار او مستلزمات الحلواني. وتقعدي بقى تحطي في الايه، في اللون وتظبطي، تحطي في اللون وتظبطي لحد ما اللون اللي انت عايزاه. بصوا ده بقى ايه، روح الفستق. اه والله اسمه كده روح الفستق. بتروحي تجيبيه من اي مستلزمات حلواني. العلبه ب20 جنيه وهتقعد معاكي كتير، يعني انت هتحطي لها نص بس. طب ما عنديش روح الفستق يا فاتن؟ هتحطي ربع كوبايه ميه، يعني حبه صغيرين او من ميه، تحطي اللون عليها وتنزلي عليها بالسوداني. ماشي. هو روح الفستق ده بيعمل زي ايه، بديل الميه، بس ايه بيخلي الريحه والطعم تحفه يعني هيبان. مش هضحك عليكم وهقول لكم فستق فستق، لا مش فستق فستق، بس اللي هيشوفه هيحاله اللي هو فستق، مش هيحس اللي هو ايه بالطعم. وريحه الفستق بتديله، وريحه الفستق والطعم الفستق بيديله برضو الطعم والريحه شويه. بصوا بقى، انا لقيت لسه اللون مش هو، حطيت حبه. انت بقى اللون بتظبطيه زي ما انت عايزه. بس كده؟ لا مش بس كده، هتقلبي وتظبطي اللون. وبصي هتلاقي فيه حته حمراء وحته، هتلاقي حته بيضه وحته ايه، ما اتخدتش من اللون ده اللي احنا عايزينه. بس عشان لما تيجي تحمصيه يبقى عامل زي الفستق كده، هتلاقي ايه، في حته حمراء حته بيضه حته خضراء، زي ما بنعمل الفستق يعني. بس انا كده ايه خلصتها. لا ما خلصتش لسه، اوعوا. هجيب طاسه واروح ايه، عشان لو انت ضربتيه كده هيعجن، مش هيبقى معاكي مفرول زي ما احنا شفناه في اول الفيديو. هتجيبي الطاسه اهي بتاعتك وتنزلي ايه بيه على النار. ايوه هننزل بيه على النار دلوقتي. زي ما بقول لكم لازم تشوحوه، ما ينفعش ما تشوحوش او ايه يشوف النار. اهو هننزل على النار، هنقعد نقلب فيه لحد ما تحسي اللي خلاص ما بقاش فيه ميه وما بقى ونشف كده وتشوح. طبعا احنا كلنا ستات وعارفين يعني. هنشوحه عشان لما تضربيه في الكبه ما بصي اللي هو الميه دي لو ضربتيه في الكبه دلوقتي هيعجن، مش هيبقى فستق خالص، هيبقى عجينه. زي ما مثلا بنضربه عشان نعمل اللي هو زبدة الفول السوداني، بتبقى كده، بتبقى عجينة. بننزل بقى الزيوت اللي فيها، لكن احنا لما نحمصه مش هينزل الزيوت. بصوا لو انتم ملاحظين هتلاقوا ايه، مش كله واخد اللون. هو ده حلاوته بقى لما تضربيه. هيبقى ايه معاكي بقى، لون اخضر مع لون احمر مع لون اللي اتحمر شوية هيبقى احمر. اللون الابيض ده هيبقى ابيض شوية. هيديكي نفس الالوان اللي احنا بناخدها ايه في الفضل. اللي هيشوفها مش هيقول ده ايه سوداني خالص. هنقعد نشوح فيه خالص لحد بصي لما تلاقي ايه لما تعملي كده الاسباتولا مش هتلاقي فيها ميه ولا تلاقي فيها حاجه، هتلاقيه نشف خالص. تمسكيه بايديكي كده تحسي ان هو نشف. في حاجه تانية، اوعي تضربيه وهو سخن، هتستني لما يبرد خالص خالص وبعدين تنزلي عليه في الكبه تضربيه. بس كده، بس كده. هنقعد بقى نشوح مع بعض، وطول ما احنا بنشوح نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، ولا حول ولا قوه الا بالله. طول ما انت قاعده هتاخدي ثواب، وهتاخدي ثواب صايم. بصوا اهو بدأ ايه خلاص اتشوح. بس طول ما احنا واقفين نقلب نقول ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بس بصوا اللون تحفه بجد. بصوا بقى هيتلاقي بقى اللي متحمر زي ما انا بقول لكم. بصوا مش هتعمليه بقى يعني ايه، مش هتفرقيه عن الفستق اللي انت جايباه مطحون. ليه هنجيبه ب1000 وشويه ليه؟ ما احنا ممكن نجيب الربع ده، يعني الربع ده هيعدي مثلا ال60 جنيه، مش رخيص برضو، بس مش هيعدي
المبلغ اللي احنا بنسمعه يعني دلوقتي. وعيالك عايزين برضو ما تحرميش، ما تحرميش عيالك منه. يعني انت مثلا تروحي تجيبي ربع كيلو مشكل حلو قوي، او نص كيلو لو ربنا مقدرك مشكل، تفرحي عيالك تقعدوا مع بعض تتسلوا فيه زي الفل. برضو يبقى احنا ما حرمناهاش، والحاجة اللي احنا ممكن نحشي بيها برضو فرحناهم وحشينا بيها، ما حرمناش اي حاجة. بصي بقى كده خلاص زي الفل. بصي اللون اهو ضربته، بصي جميل اهو. يعني مش كله اخضر زي ما احنا بنعمل. ممكن بقى لو عندك انت فستق تجيبي حبة صغيرين وتطحنيه معاه بس. لكن بصوا اهو مش كله على فكرة الكاميرا مش باينه لونه، هو لونه مش الاخضر اللي هو الغلس، لا لونه حلو قوي. ابصوا اهي زي ما بنجيب في الفستق وتعمليها هتلاقي فيه الاحمر وفي الابيض. بصوا بقى تحفه تحفه بجد. هو اللون غامق شويه في الكاميرا لكن على الحقيقه افتح شويه. يلا انتي مستنيه ايه؟ روحي هاتي حبه سوداني، واللون مش غالي، هتلاقيه ب20 جنيه برضو. ولو جنبك حد من مستلزمات الحيوان جيبي ريحه الفستق، هتعملي يعني هتعملي كميه تقضيك الشهر رمضان كله. كل سنه وانتوا طيبين وعقبال الايام عليكم يا رب. بصوا عملت لي قد ايه، كميه كبيره جدا. هحطه في البرطمان وهشيله في التلاجة. وكل ما اعمل بقى ايه قطايف هتشوفوه، هنعمل كنافة شفتوه او لسه هشوفوه طبعا ما الفيديو هينزل. بصوا سهل جدا 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 وما بياخدش وقت منك خالص في المطبخ. يا دوبك وانت بتقلبي كده زي ما قلنا هنقعد نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.